درجتين. الدرجة الأولى درجة المقتصدين، وهم الذين فعلوا الواجب وتركوا المحرم، فعلوا واجبات الدين وتركوا المحرمات. فمن فعل الواجب وترك المحرم هذا ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك. فالذي يفعل الواجب، واجبات الدين، فرائض الإسلام، ويترك المحرمات، فهذا من أولياء الله. ولهذا قال في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وترك المحرمات هذا مما افترضه الله على عباده، فإن الله افترض عليهم فعل الواجبات وترك المحرمات. وكما أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أوجب، فإنه يتقرب إليه سبحانه وتعالى بترك ما حرم وترك ما نهى عنه جل في علاه. فهذه درجة من درجات الأولياء، وهي درجة المقتصدين الذين فعلوا الواجب وتركوا المحرم. أعلى من هؤلاء درجة المقربين السابقين بالخيرات، وإليهم الإشارة في هذا الحديث في قول ربنا سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وقول هذا الحديث في قول ربنا سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وقوله ولا يزال تفيد الاستمرار والمداومة. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني مداوما على النوافل بعد محافظته على الفرائض. فهذه درجة رفيعة جدا وعالية في الولاية، وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد المحافظة على الفرائض. لا يحافظ على النوافل مع التضييع للفرائض، بل تكون المحافظة على النوافل بعد المحافظة على فرائض الله سبحانه وتعالى. فهذه درجة رفيعة في الولاية، وهي درجة السابقين بالخيرات. فجمع في هذا الحديث بين الأولياء بدرجتيهم، درجة المقتصدين ودرجة السابقين بالخيرات. وفي القرآن في مواطن عديدة منه ذكر الله هاتين الدرجتين، في سورة الإنسان، وفي سورة الواقعة، وفي سورة المطففين ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء. وأيضا في سورة فاطر قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء أولياء الله. المقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي نافس بعد الواجبات في فعل الرغائب والمستحبات. وكل من المقتصد والسابق بالخيرات يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب، لأنهم أولياء لله سبحانه وتعالى، لا يحاسبهم الله ولا يعذبهم. أما المقتصد فقد فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم. وأما السابق في الخيرات فدرجته أعلى ومكانته أرفع ومنزلته أكبر.